الثورة العبرية نجحت نجاح كبير في الأراضي السورية. اللي حصل في سوريا ده يا جماعة يعني تدمير للكيان السوري بكل ما تحتويه الكلمة من معنى. السوريين فرحانين، قال لك احنا أسقطنا النظام، أسقطنا بشار الأسد. فعلا انت أسقطت النظام وأسقطت بشار الأسد، بس أرضك أصبحت أرض محتلة. إسرائيل خدت الجولان وجبل الشيخ، تركيا خدت محافظتين الرقة ومحافظة تانية جنبها، الأكراد خدوا منطقة قال لك هنعمل دولة كردية، القواعد الأمريكية. أحمد الجولاني مضى على مذكرة تفاهم إن سوريا دولة منزوعة السلاح، واتفق مع الكيان الصهيوني إن هو هيوصل مياه نهر الأعوج اللي في دمشق هيوديه لإسرائيل. نجاح إيه اللي عملته الثورة؟ نجاح إيه اللي عملته الثورة؟ الناس دي لازم تفوق يا جماعة. والسوريين اللي قاعدين في مصر قاعدين يهلفطوا في الكلام وكلام ملوش لازمة، ويقول لك نجاح الثورة في سوريا، عاوزين ثورة في مصر. أنت مالك ومال مصر؟ أنت مش الثورة نجحت عندك في سوريا؟ يا حبيبي شنطتك وجواز سفرك واطلع على سوريا، اطلع على سوريا هناك. انت قاعد عندنا ليه؟ احنا استحملناك لما كنت لاجئ، الوقت بتقولوا الثورة نجحت والبلد رجعت تاني والبلد هتقوم تاني من جديد بأحمل الشرع. يا حبيبي الشرع فاتح لك أبوابه، اطلع وشنطتك في إيدك واطلع على سوريا. لسه قاعد عندنا ليه؟ أي حد سوري في مصر هيقل أدبه هيغلط يعني هيزعل مننا، مش من الشرطة ولا من الجيش، هيزعل من الشعب المصري. يا جماعة فوق الشعب المصري غير أي شعب، تركيبة الشعب المصري غير تركيبة أي شعب في الدنيا كلها. انتوا عندكم طوائف، احنا ما عندناش طوائف، بالرغم ان احنا عندنا مجموعة كبيرة من المسيحيين المحترمين، لكن سبحان الله فيه توافق، فيه تآلف، فيه وحدة وطنية بين الشعب المصري كله. يا جماعة مصر غير أي دولة تانية خالص. ربنا ألهمنا قيادة حكيمة قدرت تنهض بالبلاد، قدرت تعدي بالبلاد مرحلة الخطر. قدر الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته إن هم يعدوا المرحلة الصعبة اللي خطط لها أهل الشر والدين إن هم يسقطوا البلاد. عندنا أزمات اقتصادية، ما بننكرش، الشعب بيكح تراب، لكن عندنا الأمن والأمان. لكن بلدنا ما فيهاش قواعد عسكرية لأي دولة في العالم، بلدنا واقفة على رجليها، الرئيس سلح جيشه، الرئيس عامل نهضة في كل المجالات. يا جماعة فوقهم، واللي بينادي بثورة مفيش في مصر ثورات، في معارضة بس معارضة محترمة شريفة، مش معارضة بتقبض من الخارج علشان تدمر الوطن. يا جماعة فوقهم، مصر غير أي دولة تانية. الجماعة السوريين اللي تعبانين في مصر وقاعدين كل جملة مفيدة بيحطوا فيها مصر، كل جملة بيحشروا فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا باشا دولتك استقرت، دولتك مفتوحة، دولتك استعمرت. سوريا لا حول لها ولا قوة، سوريا لن تعود مرة تانية خالص. نتنياهو كان راح جبل الشيخ ووصل لمرحلة وفي منطقة استحال أي جندي إسرائيلي في التاريخ إن هو يوصل المنطقة دي. النهاردة جايين تقولوا لي سوريا استقلت، سوريا تخلصت من النظام الظالم. والله العظيم لو بشار 100 ظالم أهون عليكم وعلى السوريين من الكيان الصهيوني الظالم الجبار اللي دمر الوطن العربي كله. بنسأل الله السلامة، وإن شاء الله محفوظة يا بلادي.